فكرة الجمهورية الاتحادية بلبنان، نعم. اللي نحن بنعتبرها هي حل للأزمة اللي عم نعيشها منذ تكوين هذا الكيان سنة 1920. أنت اليوم ببلد ما في شيء بيتطبق، لأنه التركيبة اللبنانية بتمنعك تطبق أي شيء. قبل ما ينتخب الرئيس العماد جوزيف عون، كل الناس من أعلى القمة إلى أسفل الهرم الحل انتخاب رئيس جمهورية. بتصير الناس ناطرة أنه انتخاب رئيس جمهورية هو الحل. بينتخب الرئيس، بتتفائل العالم، بعدين بتلاقي أنه ما صار شيء، إحباط. بيطلعوا بيقولوا لك أي لبنان نريد. إذا بتسأل أي لبنان نريد بيطلع لك 4 5 6 7 لبنان. طب إذا هالنظرة على طول مختلفة ما بين اللبنانيين، يعني إن الخطأ يتكرر ويتكرر ويتكرر ويتكرر. في شي دولة بعد 105 سنين بتكون عندها شعار نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية؟ هالأدبيات هاي ليه بنستعملها بلبنان؟ لتفادي الحقيقة. المسؤولين اللبنانيين والأحزاب السياسية بلبنان مبسوطة بهيدا الجو الغوغائي اللي ماشيين فيه مع الناس. المشكلة بلبنان أنه نحن شو عنا؟ عنا 4 مجموعات لبنانية مختلفة تاريخيا منذ على القليلة 1000 سنة، لأنه أكثر مجموعة صغيرة هن الدروز. نعم. دروز عمرهم 1000 سنة، مسلمين 1400 سنة شيعة وسنة، والمسيحيين 2000 سنة. اوكي، اجتمعنا على أرض وحدة، اختلفنا كل الوقت، التقينا بعض الوقت، ولكن أكثر الوقت كنا مختلفين. عندنا نظرة مختلفة حول أي شيء مرق بالتاريخ على هيدي الأرض من 1400 سنة. أنت اليوم إذا بدك تغير قاضي، ما فيك تقول له بنظل هيدا النظام روح غير القادة المسيحيين للمسيحي وبعدهم القادة الآخرين محلهم. توعي الناس على أنه عن جد المشاكل اللي عم يطرحوا لكم إياها منا هي المشاكل الأساسية. فكرة الاتحادية أو الفيدرالية هي مقبولة من بعض الناس بلا ما تعرف حقيقتها، ومرفوضة من مظبوط. بعض الناس بلا ما تعرف شو هي حقيقتها. صحيح. مجتمعات متعددة ما فيها تعددية، ما فيها تعيش بنظام أحادي مركزي، ما بتمشي، ما بتركب. يعني الناس بدها تفهم بقى أنه إحنا منا شعب واحد، نحن شعب متعدد وتعددي وعنده ميول وولاءات مختلفة.